احنا عايشين في عالم قايم على حاجة اسمها مبدأ الأداء. على قد مجهودك على قد ما هتاخد. يعني لو انت شاطر في شغلك تاخد ترقية كويسة، لو اجتهدت كويس في الدراسة تجيب مجموع عالي. حتى في علاقاتنا الناس بتتعامل معانا على قد ايه احنا كويسين معاهم. بس المثير في الموضوع ان كل الديانات ما عدا المسيحية مبنية على نفس المبدأ. البشر لازم يعملوا حاجة علشان يقدروا يكسبوا بيها بركة إلههم بالأعمال، وكأنها صفقة بيع وشراء. أنا لازم أدفع حاجة علشان أخد حاجة في المقابل. لكن في المسيحية يسوع هو اللي قرر يشق الطريق ويوصل لنا. بعد سقوط آدم وحواء مشكلة الإنسان كانت أكبر من إن هو كسر قانون الله حطه، لكن المشكلة الأكبر إنه أصبح فاسد بالكامل. ولأن ما كانش ينفع الله يرجع عن كلامه لما قال موتا تموت، قرر إن هو اللي يضحي ويتنازل ويقدم لنا نفسه هو الحل، وده لأنه هو بس بيحبنا. الكتاب المقدس بيقول الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح. بعد ما الخطية عملت العداوة، الله عمل المصالحة تاني من خلال الصليب، وبعت لينا يسوع علشان يدفع الحساب عننا، فيجي ويموت الموت اللي احنا كنا نستحقه، ويقوم من الموت علشان يدينا رجاء جديد وباب للحياة الأبدية. الكتاب المقدس بيقول فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. وهنا الموضوع ما بقاش واقف على شطارتك قد ايه عشان تعرف توصل لربنا بنفسك، لان اصلا يسوع دفع الحساب عنك. فبدل ما انت عمال تحاول ازاي توصل لربنا بمجهودك واعمالك، اشجعك تغير طريقة تفكيرك وتقبل الفدية اللي يسوع دفعها على الصليب.